رحلة الحفاظ على اللقب. الزمالك بكرة بيقابل البوليس الكيني في أول ماتش ليه في التصفيات بتاعة الكونفدرالية. الزمالك مش بس بيحافظ على اللقب، لا هو كمان إن شاء الله يتساوى مع الفريق الأكثر تتويجا للبطولة، هو الصفاقسي 3 مرات. الزمالك دلوقتي حصل عليها مرتين، 2019 و2024. إن شاء الله تبقى 2025 بتاعة الزمالك، وتبقى برضو من ضمن الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة. أي نعم بطولة مش قوية طبعا زي بطولة أفريقيا، بس ادام انت بتلعب فيها تبقى قويه، وخصوصا السنه دي في فرق كتير فيها تقيله. فاتمنى للزمالك ان شاء الله يحافظ على اللقب للمره الثالثه ان شاء الله. وزي ما قلت لكم انضم بقى للصفاقسي من الفرق اللي هي اكثر تتويجا. لو هتتوقع بكره التشكيله بنسبه كبيره مش هتخرج بره ال11 دول. صبحي حراسة المرمى، باك شمال عمر جابر، جنبه حسام عبد المجيد، جنبه حمزة المسلوسي، جنبهم وبنسبة كبيرة محمد شحاتة. مش هيعتمد على محمد محمود لسه برضو مش قوي، فهيلاعب محمد شحاتة. قدام هيلعب باتنين طبعا نص ملعب انتوا كلكم عارفينهم، عبد الله السعيد ودونجا. وقدامهم هيبقى ناصر ماهر. بقى نشوف الاتنين مع بعض في افريقيا اللي طبعا ما شفناهمش السنه اللي فاتت بسبب اللي هما كانوا متأيدين مع فرقهم. طبعا قدام هيبقى زيزو على اليمين، مصطفى شلبي اللي تعب قوي 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 الموسم دوت من بعد الاجازه. لو حد متابع مصطفى شلبي والاستروهات بتاعت مصطفى شلبي تقريبا يوميا في التمرين، تقريبا يوميا في الجيم، عمل مجهود كبير. اللي كان فارق معاه بن شرقي جاي، لا فارق معاه ارون بوبنزا جاي. الراجل كان عايز يثبت نفسه بتمرينه وبشغله اللي هو رقم واحد، وان شاء الله يعني ربنا يكلل مجهوده دوت ويلعب موسم كويس وقوي ان شاء الله. قدام هيبقى بنسبة كبيرة الجزيري او حسام اشرف. يعني دي بقى هتبقى بتاع الجوميز لسه هنشوفها بكره، بس يعني انا طبعا هيبقى الجزيري بنسبه 90%. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى اول مكسب لينا في الموسم الجديد واول مكسب لينا في البطوله، يخوف الفرق التانية. احنا بنلعب بره ارضنا وبنكسب، فدي حاجه بتبقى بتدي حافز اكتر للعيبه، خصوصا ان انت لازم تكسب هناك وترجع تكسب هنا، لان هيبقى الماتش التالت الاهلي. فلازم يبقى عندك عزيمه وعندك يعني حته المكسب. وخلاص بقى لعبنا ماتشين ورا بعض قبل السوبر، ودي حاجه كويسه قوي ان انت تلعب ماتشين قبل السوبر. دي حاجه هتبقى مميزه ان شاء الله. كان نفسي بس اللعيبه اللي طبعا ما لحقناش نأيدها زي محمود بن تايج ومحمد محمود وتقريبا وعمر فرج، مش فاكر اتأيد ولا لا، يعني كان نفسي يبقوا موجودين يلعبوا معانا الماتشين دول، برضو هيخدوا على الفريق اكتر قبل ما يبقوا موجودين في ماتش السوبر. ان شاء الله ان شاء الله يبقى موسم قوي للزمالك ان شاء الله. اي نعم احنا طبعا التدعيمات ما كانتش بالقوه اللي احنا كنا عايزينها، بس طبعا مجلس الاداره عمل اللي عليه وزياده لان عنده مشاكل كتير، عنده مشاكل كتير وفلوس كتيره قوي. واحنا ما كناش نتوقع اصلا اللي هو يعرف يجيب صفقات. احنا كنا بنتحايل عليهم ان زيزو ما يمشيش. فلحد ما محتاجين بس نشوف اللعيب اللي هو كرانكي تشيلاك دوت، عايزين نشوف بس دنيته ده عامله ازاي. لو صفقه حلوه هتفرق مع الزمالك او ان شاء الله. ان شاء الله توقعي بكره للزمالك ان شاء الله 2-0. هستنى اشوف توقعاتكم ورايكم في التشكيله، ولو اول مره تشوفني متنساش تعمل لي فولو، واحلى مسا عليكم.